الجزاء لصالح المنتخب الياباني، فرصة كبيرة. وابراهيم عالمي هل ينقذ الموقف ويحيي الامال السوريه في هذا اللقاء؟ ركله الجزاء، هذا يتقدم هوندا يصوب بكل اقتدار. ابراهيم عالمي يعني يتردد، بالتالي المنتخب الياباني ياخذ السبق وياخذ الافضليه. والسامي من جديد، خطير المنتخب الياباني في هذه اللحظات في هذه النقلات، فرصه كبيره لكن ابراهيم عالمي ينقذ الموقف من امام اوكوزاكي. اوكوزاكي والمنتخب ينطلق اللاعب بلمسه من هناك في الناحيه اليسرى. كاغاوا يبحث عن الاختراق، انطلاقه خطيره جدا. كاغاوا كره الهدف الثاني جميله لصالح المنتخب الياباني. اوكازاكي يجسد الاسبقيه والافضليه اليابانيه والسيطره الواضحه بهدف ثاني في شباك ابراهيم عالمي. هدف جميل لصالح المنتخب الياباني الذي يقدم وجهه الحقيقي في هذا اللقاء في الشوط الثاني. اليوم سيظهر معدن والنفيس هو بالفعل هذه الانطلاقه من الخطير كاغاوا، عرضيه مثاليه داخل يعني المربع الشوط الثاني. يعني شاهدنا اللقطه وكيف انطلق هوندا باغت المدافعين مع وجود الثغره، بعد ذلك قدم الهديه يعني خبره كبيره حقيقه للاعب بالشيء هوندا الذي يصوب برغم النتيجه هدفين نظيفين برغم المواجهه مباشره مع حارس المرمى رقم 11 وسامي تكاشي. كره باتجاه زميله والسامي لاحظ بمهاره بالغه بذكاء واضح والسامي يتكلم عن ابراهيم عادل مجددا. والكره في الشباك السوريه، هدف الثالث يعني النتيجه اصبحت قاسيه بعض الشيء، لكن نحترم